السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة يا رب. طبعا البدايات كده، بداية الفيديو شكلها حلو. عصاير رمضان بقى، بشاير رمضان اهيت. انا اسفة معلش. فيديو النهاردة غريب شوية او جديد، يعني مش هوصف حاجة. انا هجرب انواع العصاير اللي عملتها معاكم. هجربها قدامكم وتشوفوا شكلها ايه وتحكموا بنفسكم. انا حاطه من كل الانواع. الكاسات اهيت. شايفين الكميه قليله جدا. العصاير البودرة تقريبا في حدود معلقتين صغيرين. المانجا والفراولة المركزين يعني يمكن اقل من ربع الكوبايه. ده خروب على فكرة أنا عملته. بس ما رضيتش بقى أطول عليكم الفيديوهات بنفس طريقة الكركديه بالظبط. بس كمية السكر أقل. نص كمية السكر. يعني ربع كيلو أقل، يعني نص كيلو كمان. النص كيلو واخد تقريبا نص كيلو سكر يعني. وعايزين تزودوا شوية زودوا. هنضيف المية. شايفين العصاير بتتقل من قبل ما أقلبها. يعني شوف اللون بتاعها من قبل ما تتقلب كمان. كركديه معانا اهو من غير اي لون ولا اي حاجة. وطلع جميل جدا. شايفين الليمون شكله تحفة. هنبتدي بقى نقلب العصاير بتاعتنا. وطبعا الحاجات البودرة بنقلبها كويس علشان السكر يدوب. شايفين شكل عصير المانجا؟ شكله حلو قوي. طبعا وكله فاكهة طبيعية. واحسن ما نجيبه من بره مواد حافظة وحاجات صناعي كلها. وده عاملينه بايدينا وضامنينه وعارفين احنا عاملينه ازاي. ودي الفراولة شايفين عاملة ازاي، شكلها حلو ازاي وتقيلة. وده الخروب. طبعا انا بزود التقليب شوية، بقلب مدة عشان السكر يدوب. شايفين شكل الليمون حلو ازاي. وبكده هتعملي احلى عصاير في بيتك لشهر رمضان. هتقعد معاكي طول الشهر. يعني الحاجات دي كلها هتقعد ان شاء الله معانا طول الشهر. مش هنحتاج نشتري من بره اي حاجة. وكمان لسه هعمل معاكم ان شاء الله السيرب بتاع النعناع اللي هو شراب النعناع. اللي بيتضاف بقى على الليمون، على عصير الليمون والكلام ده. هعمله معاكم برضو ان شاء الله في القناة بإذن الله، يعني بكرة تقريبا او بعده. ويا رب العصاير تكون عجبتكم. وتجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. هي طعمها حلو جدا على فكرة. ويكفي ان عملتي كميات من عندك من البيت تقعد معاكي طول الشهر. ما تحتاجيش تشتري اي حاجة من بره، وهتوفر عليكي الوقت كمان. يعني بتبقى سهلة بقى سريعة، مش هتاخد وقت في عمل المشروبات وكده ونضيع وقتنا. يا ريت لو العصاير بتاعتي عجبتكم وجربتوها تقولوا لي رأيكم، وما تنسونيش في اللايك والشير. وكومنت حلو منكم بيفرحني وبيسعدني. ويا ريت تشتركوا في قناتي وده شرف ليا. وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة. وربنا يعود علينا جميعا الأيام بالخير يا رب، اللهم أمين. دي العصاير اللي أنا كنت عملتها. الفراولة طبعا في ازازة تانية في التلاجة، ودي الولاد كانوا شربوا منها. الليمون شايفين برطمان ما شاء الله قد ايه، وفي عمل واحد صغير كمان. الكركديه ده غير الاكياس اللي انا كنت مصورها لكم. انا عملت الاكياس وبرطمانات كمان.
وده عصير المانجا اللي احنا عملناه مع بعض، والخروب موجود في التلاجة. يعني كل عصاير من كل الأنواع هتقعد معانا طول شهر رمضان إن شاء الله. جربوا بقى العصاير كده وقولوا لي رأيكم يا ريت، وهبقى مبسوطة جدا لو جربتوها وعجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.